سنة 1990 في حي شعبي في مدريد بنت عندها 18 سنة اسمها ستيفانيا، بنت طبيعية لكنها كانت مهتمة شوية بالماورائيات وتجارب تحضير الأرواح. في يوم عملت جلسة ويجا في المدرسة مع أصحابها علشان يتواصلوا مع روح واحد صاحبهم مات. المدرسة دخلت عليهم وشافتهم وزعقت وخبطت روح الويجا، ومن بعد اليوم ده حالة ستيفانيا اتغيرت تماما، بقت تفقد وعيها فجأة وعندها نوبات تشنج، وقالت إن هي بتشوف ناس لابسين أسود في أوضتها، وكانت بتقول كلام مش مفهوم وسلوكها بقى غريب. أهلها خدوها على دكاترة نفسيين وعضويين بس محدش قدر يفسر حالتها. ناس تانيين نصحوها ان هم ياخدوها للكنيسه بس برضه ما كانش فيه اي حل، وبعد شهور حالتها اتدهورت قوي ووقعت فجاه ودخلت في نوبه وماتت. والتقرير الرسمي قال السبب غير معروف، يعني ماتت من غير مرض عضوي واضح ولا اصابه. بس بعد ما ماتت اسرتها ابتدت تعيش في كابوس، اصوات غريبه في البيت وابواب بتفتح وتقفل لوحدها وصورها بتتحرق جوه البرواز وخبط على الحيطان وريحه عفن او لحم فاسد. ومره اخوها اتشد من رجليه وهو نايم، لحد ما في يوم 27 نوفمبر 92 اتصلوا بالبوليس وقالوا البيت بيولع من نفسه. الشرطه جت فعلا وكتبت تقرير رسمي وقالت ان هي شافت ابواب بتتفتح وتتقفل وحراره غريبه جوه البيت وعلامات على الدولاب وكراسي بتتحرك. والقضيه والملف بتاع استيفانيا لحد النهارده ما اتقفلش.